شلونكم اغاتي؟ اليوم راح نكمل البارت الثاني والاخير من الموسم الثاني من مسلسل وينزداي، واللي ما شاف البارت الاول خليت لكم رابطه بالوصف. وينزداي بعد الدبسه اللي اكلتها من تايلر ينقلوها للعنايه المركزه. امها تقول لها ها شفت الهم بلا زايده شو تسوي؟ وهي تقرا لها كتاب وتحاول تقعدها من الغيبوبه. وينزداي تكون فاقده الوعي وفجاه تقعد تلقى المديره ويمز قدامها، تنصدم وهي جايبت لها ليفه تقول لها قومي خل اسوي لك بحه. ولما تطلع برا تلقاها بوجهها تقول لها ها خلاص سالمين انت مو متي جابك هنا. تقول لها انا متت بس روح راح تبقى مرافقتك لانه انا صرت مرشدك الروحي. تقول لها خاله اخلص من امي تجيني انت، المرشد الروحي المفروض يكون من عائلتي. تقول لها باع هاي هو غير انا وياك نشترك بتجدد 13 شقل منشار. تقول لها خاله هاي مو منشار هاي سكينه. ويمزي تقول لها لا تظلين تتعنقرين ترى ما حد لفاك ولا واحد قبل يصير مرشدك الروحي غيري. تشوف السجل مالتها تقول لها الله هاي انت شو مساويه ايش عامله؟ قدرتك رايحه منك ومكذبه على اينيد وما قالت لها انه راح تموت بسببك. فوق هالشي قرت عينك ورايحه محرره تايلر، مبروك انت ما بقيتي بلوه ما سويتيها. وينزداي تقول لها خلاص ادي حلقك فضحتينا ردتش عون صرتي لي فرعون. اقول لك خاله ايش انا ما ارتاحيت لك بس رجعي لي قوتي ونعل على والدي اللي يبقى يمك. وامزي تقول لها انت ما عرفتي تتصرفين بقدرتك ولهالسبب فقدتيها. تقول لها هو هاي سوالف امي بطليها. بهاللحظه نشوف جودي صايره على اساس محترمه وهاي وطالعه مؤتمر صحفي. تقول لهم فيربون ام قلب الطيب ماتت وخرب صفحتها، حاليا انا صرت مديره ويلو هيل بمكانها. قبل اسبوعين الكهرباء انقطعت بويلو هيل وعلى اثر هالشي انهزموا 46 شخص، وخلف الله على هالشرطيه الدبه حميسه قدرنا نلزم 43 واحد. راح نحبسهم بغير مستشفى لان ويلو هيل طلعت عن الخدمه. حاليا بقوا 3 مطلوبين للعداله واللي هم فيستر ادمز وتايلر والمرحوم. شباب شوف المرحوم حاطي بالنص ملعبي راس حربه. المهم الدبة تحذرهم من خطورتهم واذا يشوفون اي احد منهم يبلغ عليهم. والشرطية تسأل جودي اذا وينزداي إلها ايد بالموضوع، بس جودي تنكر وتقول لها اصلا وينزداي جت حبابة فدوى الله اصلا كل شي ما سويت، وهي بقلبها مدها على والديها. ونشوف قاتل مأجور هاي جودي العوبة دازته يعلس شك ومنبوذ انهزم حتى ما حد يفضحهم انه كانوا يسوون عليهم تجارب سرية. تقول لها اخوي ايش بقالك؟ يقول لها ما بقالي شيء ان شاء الله بس بقت وحده طافره رقمها 1938 بس القفها هيك الا اسويها مخلمه. تقول له خف لايدك ودورها بسرعه لا يروحون يشكون بينا. خراب عرضهم شباب هذول علاسه درجه اولى. ومستشفى جيريكو وينزداي تنصدم لما تجيها جودي وتجيب لها بوكيه ورد. تقول لها ايش هالميانه الزفره هاي انت عنك ايش قد قويه؟ راح ادز رساله من المجهول للشرطه اقول لهم مختبرك السري. تقول لها يا مختبر هذا ايش هالسمعه هاي؟ رجاء احترمي نفسك، انا اسراري دفنتها، اجيتش لهنا لانه ما اريد اسوي دمار ودا اهدد نفوس. تقول لها ليش يا نفوس يا اسخام بعينك؟ جايتك حرب شامله والا اخلي الشرطه تشحطش للسجن من هاي كفشتش المعطبه. تقول لها ها خليني ساكته ولك، ترى اقول للشرطه عليك انه طبيتي الويلو هلا بطريقه مو شرعيه. وينزداي تسالها على البنيه المحبوسه رقم 1938 وجودي تغشم روحها تسوي نفسها ما تعرفها. تقول لها والله مبين عليك مو كل اسرارك دافنتها. ووحده تنطيها ورد برساله مكتوب بيها انت واينيدي اليوم اقروا على روحكم الفاتحه. ولما تعرف بيها من تايلر تروح له بس يختل منها. بهاللحظه نشوف بيانكا جايبه امها ومختلتها بمدرسه نفرمور لانه اكو واحد زايعتها القاع اسمه جدوين لاحقها يريد يهلسها من شعرها، وهم يكونون خاتلين بغرفه سريه ورا صوره بالمدرسه. وينزداي ترجع لغرفتها تشوف هاي ويمز سليمه بوجهها. تقول لها خاله انت راح تبقين مقابلتني؟ اينيد تقول لها ها سالمين تخبلتي ويا من تحكين. وينزداي تغلس وتقول لها تايلر حر طليق، ترى هذا دمنا يريد يعلسنا، اخذي غراضك وولي لاهلك، انا راح اواجهه ما اريدك تاذين بسببي. اينيد تقول لها العفو منو انت بروسلي لو رامبو؟ دمشي لك مسلوع عش عندك انت براغ السكه هو انت ما بيش كفخه. وتقول لها انه بالموسم الاول قدرت على تايلر لما اكتمل القمر واستذئبت وواجهته. وينزداي تقول لها علينا هو غير الحظ قعد وياك وصادفت اكتمال القمر. واينيد تضوج لما تشوفها مستخفه بيها وشايفتها ضعيفه فتزعل منها وتمشي. ويمز كل ما تحاول تنصحها بشي وينزداي تلطها على حلقها. ولما تطلع تشوفها قدامها تقول لها تعالوا ولكم ادب سيزيه شو ما مسوي نصب تذكار هنا شنو مو بعينكم اني؟ ولكم يا الحرام زاده ضحيت بحياتي عن مود هاي مدرستكم العاويه. وينزداي تقول لها ترى هواي لغيتي اذا ما ترجعي لي قدرتي فولي عن شهرتي احسن لك.
ويمزي تقول لها ايش قالوا لك علي المصباح السحري مال خلفوك؟ غيري نفسك للاحسن وراح ترجع لك قدرتك. المدير يحضر وكل هالصفوق له، ويمز تستغرب وتقول لها منو هذا العفطي؟ ولما تعرف بيه مدير المدرسه ويمز الضوج تقول لها طاح حظ هيك مدرسه لفت هيك تقول زفره. المدير يقول لهم اليوم عيد الموتى، بالليل راح نسوي موكب تذكاري للمنبوذين الاموات، وبهالمبادره نقدم الاحترام لكل الاموات اللي سبقونا. ونزداي تروح له تقول له والله انت فزقان، لك هي ما احتفالات بهالزلق؟ لك عمي تايلر طفر ووجوده يهدد المدرسه. يقول لها شكرا لانه بلغتيني، بس ما اقدر الغي الاحتفالات لانه داز على شخصيات راح تجي تتبرع للمدرسه. تقول له ايه عافيه حتى تايلر يكرزهم ويسويهم خوش تعلوله بالليل. يقول لها اذا هاجمنا فمدرستنا قد هالمواجهه، خصوصا جابري خبره بوحش الهايد وعندها تاريخ وياه، ويمز تلعب نفسها منه وتباوع له بناظره عبالك شافها زباله مو مدير. ونزداي تقول له شنو رايك بالمديره ويمز السابقه لهالمدرسه؟ يقول لها عمش هاللعبه انا نفس هستوني متريق لا تقلبين معدتي، ختولي فد وحده عوبه وكل شيء ما سوت للمدرسه، اساسا اريد امسح اسمها من عقول الطلاب. ويمز تتنرفز وتقول له نعل على والديك. ادمز يجي الباغس اللي يعرف انه المرحوم طافر وهو مطلوب للعداله. ابوي يقول له عمي دعوفه ايش بيك ما شايف موته؟ يقول له بابا هو غير معتبره مثل اخويا. وابوي يتفق وياه انه راح يساعده ويدوروه سوا. القاتل المأجور وهو يدور على رقم 1938 يلقى اثر يودي على المجاري، واللي يكون بيها تايلر شايف له خوش زويه وخاتل له بيها، وهو يكون طب بهلوسه وجسمه يرجف. تطلع له روح ابوي يقول له هاي العار هيك احسن لك؟ حالتك صعبة لأنه علست لوري للمربية مالتك، ويظل ياكل براسه على الأخطاء اللي سواها، ويظل يستفزه ويذكره بأمه اللي يكون أساسا مطلقها، وتايلر يتنرفز ويبقى يصيح عليه. هذا السبع يوصل للمجاري يدور يشوف شي بالمي، يضربه تطلع لعابه ويعرف نفسه هو بكمين، وتايلر يطلع وراه وياكله، ويكون المرحوم سارح بالغابة مثل الطلي وما يعرف وين يولي. ونزل تروح لقاعة الموسيقى وجابري تتفاجأ بيها، وجابري الضوج لما تعرف بيها نابشة غراضها ومطلعة تاريخ صديقها بدون علمها، واللي كان وحش هايد مثل تايلر والشرطة عالسته. ونزل تقول لها احكي لي شكو شي يخصه، اريد اعرف شلون اوقف وحش الهايد، ترى تايلر جاي علينا يريد يتغدى بينا. جابري تقول لها صديقي المربية مالته دزتها علي حتى يعلسني، بس ربك كان القمر مكتمل وتحول الذئب وواجهته، وبالغلط قتل المربية مالته وتوحش بعد اكثر. ونزداي تقول لها الادرى بالوحش الهايد ما يبقى عايش بدون المربي مالته. جابري تقول لها الزلم ضعفاء، يا ضعيفه يا بنت الضعيفه شبابها قامت تتمسلت. وتقول لها الزلم لما يزورون وحوش هايد ويموت المربيه مالتهم تدهور حالتهم ويموتون، على عكس النسوان يصيرن في السباعيات ماكو منهن، يصيرن اقوى اذا مات المربي مالتهن. شباب اشك المخرج بنيه اشو قوه يريد يطلع النسوان قويات. المهم ونزداي تقترح عليها اذا يصير تخلي تايلر مربي جديد بمكان اللي ماتت، وجابري تقول لها شيء خطر ممكن يتشلبه بعد اكثر. عمي قعد الراحه رحمه لاهلك لا تقعدين تسوين تجارب براس الولد. ونزداي تنطيها على قد عقلها وتمشي. المرحوم يجعل القاتل المأجور يكمل اكله ويترحم على تايلر لانه مبقي له عشاء، وهو يلقى عنده صوره البنيه المطلوبه. ونزداي تنبش بملفات مارلين بلكت تلقى شي تستفاد منه على وحش الهايد، ويمز تكون ضايجه وطاقه روحها لانه كل المدرسه تكرهها فوق الشي اللي قدمته، وتقول خرب شرفكم هالمدرسه ايش قد ولد كلاب، ولكم مجرد وظفت مارلين وطلعت مو خوش ادميه، انا ايش علي ايش طلعتوني ما ادري ايش مسويه. وتقول لي ايش صار الساعه الدورين ما تقول لي ايش تنبشين، تقول لها ما علي ايش تحطين خشمك. تدخل لها تيش تقول لها ايش بيك تخبالتي ويا من تحشين، تقول لها ضايجه وقلتيك احكي ويا نفسي، تقول لها شو تدورين هاي ملفات تخص لوريل ونريد نحرقها. ويمز تقول لها بعد ايش كبرك تصيرين ما تتعلمين من امك. وتيش تقول لونزداي انه حاليا فرحانه لانه تحس بوجود روح المديره ويمز اللي كانت تحبها، ويمز تفرح لانه اول مره واحد يمدحها. تشوف دفتر وينزداي وهو متبون تبن على كل شيء يخص وحش الهايد، وينزداي تقول لها دا حسب حساب حتى اذا تايلر رجع اعرف شلون اواجهه. بورنو يقعد ويا اينيد بنص القصب والحشيش يقول لها ترى ونزداي مو جون سينا حتى تواجه وحش الهايد بوحدها، انت خطر ترجعين للمدرسه لانه تايلر مهددك. ويقول لها ترى مو يوم يا سبت مره قعدت وياك عدله وكان اكتمال القمر وتحولتي ذئب وواجهتي، اذا هاجمك بغير وقت شلون؟ ترى هذا ما عنده يوم ارحميني، ترى ما تقدرين تواجهي بوحدك. اينيد تتذكر النايت شايد ومباشره تروح تفعلها، تدز الايد تنتظر في الايجاكس ويبلغ موعد الاجتماع، وديميل تشوفها وتعرف بشغلتهم.
وبتالي الليل باغسلي يروح يدور على المرحوم ويا ابوه. ابوه يقول له بابا ترى رجليه صارت خيوط، صار لنا 3 ساعات ندور عليه. وبطريقهم للبيت صدفه يشوفون الناس دا تتجمع المكان ويعرفون ان اليوم موعد عالم الحجاج. باغسلي يقترح على ابوه يروحون لهناك وابوه يوافق بمقابل ما يجيب طاري الامه ويكون المرحوم شايفهم من بعيد. الشرطة توصل للمجاري ويشوفون هذا كل من ماخذ منه لقمه، يشوفون عليه آثار خراميش وعاض وصار عليه وليه، ويعرفون انه تايلر والمرحوم مسوين عليه وليه وماكليه. والشرطة تشك انه المرحوم وتايلر يشتغلون سوا، والدبة تأمرهم يحاصرون نفر مور من كل الاتجاهات لانه ممكن تايلر يروح لهناك. ادمز وابنه يوصلون للمكان ويشوفوه صايره هوسه والدنيا مشتعله. المرحوم يتشيت ويا المتنكرين وما حد يشك بيه. ووينزداي تاخذ دفتر لوريل تحلله وتعرف ان لوريل كانت بيها حالة نفسية كلش قوية، بس الاخبار والذكاء مالتها اجتمعا ما ادري شلون واللي خلاها تطلق الوحش تايلر. واول ما تحكي ويا ويمز تستغرب لما يشوف ديميل يمها، تقول لها ايش بيك يابا سالمين شنو طبي تجني بس تحكين ويا روحك، وتقول لها اني قلقة عليك لانه ما شفتك من بعد ما نقلوش للمستشفى، وتجيب لها ورقة اجتماع اعضاء النايت شايد. ووينزداي تستغرب لانه ما حد مستدعيها. يوصلون اعضاء النايت شايد المكانهم السري ويستغربون لانه انيد هي اللي سوت هالاجتماع على الرغم انه هي ما منضمه للمجموعه بشكل رسمي. تقول لهم تلاحقوا لي اهل الغيره ولكم ما نزل من الخشنه، هذا تايلر جاي يريد يعلسني. ويتفاجئون بوجود وينزداي. انيد تقول لها اكيد هاي اللوقيه اللي بس تختفي قالت لك. وينزداي تقول لهم اليوم تايلر راح يروح للموكب التذكاري مال الاموات واني عندي خطه حتى اسيطر عليه. وعن طريق الدفتر مال لوريل وينزداي تسوي ترياق متكون من اعشاب على شويه حبشكلات وتسوي له خوش تشكيله، تخلطها ومقرره تنطيه تايلر حتى تسيطر عليه وهي اللي تصير المربيه مالته الجديده. تطلع لها هاي سليمه تقول لها شو انت تصرفين بكيفك ولك؟ انا مرشده روحيه هناك يسروبه. هاي الخطه تنجح الا اذا تقربتي على تايلر وضربتيه بهالترياق، ولو نفترض نجحتي وسيطرتي عليه راح يقتلك مثل ما قتل لوريل المربيه مالته. اما اذا ما قدرتي تضربيه الترياق فراح تخربين الاول والتالي، يعني كل الحالات انتي على والدي هالسالفه. وينزداي تقول لها ما عندي بس هالحل حتى اوقف بيه تايلر عن اخبالاته. تقول لها انت قدرتش فاقدتها انه بتريدين تتحكمين بوحش هايد؟ ايش بيك انت بابا مريضه تريدين تتحكمين بكل شيء؟ وينزداي ما تهتم لكلامها وتريد تمشي براسها. المرحوم يطب باجواء الاحتفالات ويطب بالبيت المسكون وكل ساعه طالع له شي مقمزه، وواحد يدفع بالغلط وهو منه يدور له حرشه بقلبه يقول له ما ردنا الطلايب بس تجي قوه، يقول له اشودي تعال هو انا لسه ما متعشي، فيلزمه وياكله، يصير المطافر ماله والي والحفله كلها تنخبص. الشرطه تسمع بالخبر فيعوفون مدرسه نفر مور ويروحوا له، وراسا تايلر يتسلل ويدخل للمدرسه. باغسلي يفرح لما يسمع بصاحبه هنا، يروح له يقول له ما شاء الله هاي طالعت لك سنون وقايم تحكي وتقريبا صاير بشري، السنه اللي ان شاء الله اسجلك بالمدرسه. الشرطه تحاصر المكان وتحذرهم يطلعون. المرحوم يقول له الله عليك لا تخليهم يحبسوني ترى صمتوا ابويا جوي، انطيني فرصه افلت بيها الخاطر الزاد والشكر اللي بيناتنا. باغسلي قلبه ينكسر عليه ويخليه يطفر، يطلع للشرطه بوحده يقول لهم ماكو احد غيري. تيشو هي تتحضر الموكب التذكاري وتجيها رقم 1938، تنصدم تقول لها هاي جابك هنا، واللي يكون اسمها فرانسواز واللي تصير ام تايلر. وتيش تستغرب لان توقعتها ماتت وما كانت تدري بها محبوسه ووينزداي حررتها. تقول لها الله عليك لا تقولين لحد ترى الدنيا كلها طايره ورايا وصار عليه كربله، اريدك تساعديني حتى القى ابني تايلر. وتفهمها انه ممكن تايلر متوجه النفر مور. تيش تنصدم وتعرف بيه رايح لوينزداي حتى يعلسها. ينظمون الموكب التذكاري العيد المنبوذين ويكون تايلر طاب وياهم. المدير يخطب بيهم ويقول لهم هي هاي الدنيا الطيبين يموتون ويظلون بها بس العارات، ويبقى يستذكر المنبوذين الاموات اللي بالمدرسه. وتايلر يتسلل بيناتهم بدون لحد يشوفه وهو يدور على اينيد ووينزداي حتى يصكهن. الايد تشوفه وتنطي خبر لوينزداي انه تايلر موجود وياهم، ووينزداي توصي فريقها يلتزمون بالخطه. اينيد تطلع بوجه ويلحقها وتدخل مكان مهجور، يقول لها يلا ورايا شغل وين جماعتك خلي يطلعوا لي. فعلا يطلعوا له ويحاولون يستفزوه حتى يتحول الوحش، ووينزداي من ورا تنشخه بالترياق.
فيتحول وينزداي اول ما الضربه يحس بها ويطيرها، يطشرهم واحد واحد، واول ما يريد يعلس اينيد وينزداي يصيحه توقف بوجه، واول ما الضربه يشفتهم وحش هايد مثيه، واللي تكون فرانسواز وتيجي جابتها حتى تاخذ ابنها وتولي. ما شاء الله شباب هاي العائله الكريمه كلها وحوش، ناس تورث فلوس وعماير وهذول يورثون وحوش. شباب بس شوفوا وجهها جد حلو فدوى الله، حرام كانها سعلوه. المهم وهي تاخذ ابنها وتولي، وينزداي تنصدم بوجود امها، تقول لها بعد اي غلط تسويه ما اخليش تداومين بنفر مور. وينزداي تستغرب لما تعرف هالمره البريئه اللي حررتها هي ام تايلر، تقول لها ماما شفتها حبابه وطلعتها ايش مدري هيك مشلوبه. تقول لها اتفقت وياها انه هي راح تتحكم بتايلر وتبعد عنكم. وينزداي تلومها تقول لها شلون تصدقين بكلام وحوش، هذول الوحوش اكبر انغوله. تقول لها انطتني وعد وبعد ما ادري بقت يم ربك. وتيجي تستغرب لما تعرف انه المرحوم هو نفسه ايزاك الطالب العبقري اللي كان وياهم بالمدرسة. جودي وهي تتمشى بيتها على حب الله تلقى المرحوم بوجهها، ومثل ما تعرفون هذا المرحوم فد واحد جوعي ما يفوت اللقمة. الف عافية حبيبي الف عافية. فرانسواز تعالج ابنها وتفرح برجعته بعد كل هالفترة. بهالاثناء تصير ساعة اكتمال القمر، واينيد تتحول تطلع تسرح بالغابة تاخذ لها فرة، وقابر يشوفها. وينزداي تقعد تتمكيج وتطلع عينها تقوم تلبس الوان مشعشعة، وهاي طلعت شنها قراقوس، وتطلع من وضعها الانطوائي اللي خبلتنا بيه. تطلع لساعة المدرسة كلها تتفاجئ بيها عبالهم طاب بيها جني، وكل شوية ما اخذت لها مكان تردح بيه عبالك طابة بديسكو. نرجع ورا قبل 16 ساعة ونص، وبهالوقت نشوف الدب حميسة لازمتهم تحقق وياهم بخصوص الأحداث اللي صارت. وينزداي تقول لها حذرت هذا الزمالي اللي يمك إنه يلغي الاحتفال لأنه تايلر راح يستغل هالهوسة ويهاجمنا، ويقولوا لها استدرجنا تايلر حتى نسيطر عليه، بس هاجمتنا شلون وحش هايد، لو شايفتها غير كان نزلت 10 كيلوات من الخوفة. طلعت أم فرانسواز وهي هم صايرة وحش هايد. الدبة تستغرب تقول لها هاي مو ماتت، انا رحت لجنازتها. وينزداي تقول لها يعني انت هم دبة وهم ثولة، ليش اغسطس على اساس موتها، بس بالحقيقة كان حابسها ويا مجموعة من المبوذين بويلو هيل، كان حابسهم مكان سري ويسوون عليهم تجارب سرية، وجودي ضمت هالشي عنكم. تقول لها وانت ليش ما بلغتينا؟ تيش تقول لها فرانسواز وتايلر وعدوني بعد ما راح يرجعون لهنا. يضحكون عليها يقولوا لها والله خوش نكتة. والدبة تقول لها المفروض اعتقلش لانه ساعدت شخص مجرم، واهل وينزداي يلومون الشرطة لأنه عافوا حراسة نفر مور واهتموا للناس العاديين. المدير يقول لهم لا تخافون اغاتي، راح اسوي حظر تجوال بالمدرسة كلها. والدبة تقول لهم لكم انتم عائلة ادمز بكل عزل الطامة، كل جريمة تصير لازم القى واحد منكم طرف بيها. ويمزة تشوف وينزداي والصف فوق لها، تقول لها والله عافية عليش طلعت مو بس تايرة محررة امها همينة. وينزداي تقول لها انت ما اخلص منك، عبالي لما يخلص عيد الموت ترجعين تنخمدين بقبرك، انت موسخة من روحي ما تساعديني ووقفت لي شمعة فقر. ويمزة تقول لها انت عقلك هذا المتروس تبن لسه مستمر بيه، اذا ما تغيريه قدرتش ما راح ترجع لي شلون يجي ما ادري منو، وحتى اينيد راح تموت وانت سبب بموتتها. تقول لها خاله شنو السالفة؟ قول يا الله ايش بيش ظلمتيها علي، رحمة للكعبة قولي لي شنو لازم اسوي. وامس تفرح وتقول لها يا الله الف الحمد لله والشكر راح تسمعين مني. شوفي بنتي احنا من سلالة عائلة ادمز وترابطنا هو اللي مقوينا، لازم تصير عندك مشاعر وتصلحين علاقتك ويا امك يلا ترجع لك قدرتك. تقول لها خاله هاي شغله تعبانه خلي قدرتي الك، كل عقلش امشي بكلام امي. وامزة تقول لها عوف فرانسواز وابنها خلي الشرطه تتصرف وياهم، وانت اهتم بعلاقتك ويا امك وخطيتك بهالرقبه. هذا ابو الصندوق يشوفها يقول لها فرانسواز كانت طالبه بنفر مور، ليش كانت فالطالبه اكسل من الكسوله الاولى، على عكس اخوها العبقري اللي كان اسمه ايزاك. وينزداي تنصدم لما تعرف انه المرحوم هو اخو فرانسواز السعلوه، ويقول لها ايزاك هو اللي صمم لي هذا الصندوق اللي حاطه براسي. اغسطس بنى له مختبر بالبرج بنفر مور وقام يسوي بيه تجارب سريه، بس بوحده من تجاربه انفجر عليه المختبر وصار مرقة يخني، ما نعرف وين دفنوه بس على الاغلب دفنوه جوا شجره الجمجمه. وينزداي تبقى مصدومه، مباشرة تروح لأخوها تقول له تعال ليك المرحوم وينه، يقول لها شفته بعيد الحجاج وطلق السراحة لأن الشرطة كانت محاصرته، وينطيها صورة فرانسواز واقعة من جيبه. وينزداي تعرف بيه دا يدور على أخته. فرانسواز تلتقي بابنها بعد غيابه وتقول له هذا البيت ابوك سواه انه لمن اجيت للدنيا، يشوف رجله مربوطه تقول له انت وحش هايد لازم تتعافى يلا احررك. وهي بس تقوح وتضم هالشي عليه، يريد يطلع وتفه براجل قاعده وزن.
إينيد تتمرن على فتحة مخالبها ويشفتها بورنو، واللي تجي رسالة من وحدة مكبل وياها ويضم هالشي عليها. تكبسهم قابر تقول له ولك أدب سيس جابك بغرفة البنية، ما تستحي على روحك أنت ما عندك خوات؟ ولما يروح تقول لإينيد البارحة شفتك تحولت ذئب بدون لا القمر يكتمل. حبيبتي أنت ذئب ألفا، بس ذئب الألفا عنده هالصفات، هالذئب أقوى وأندر ذئب بالوجود. قابر توصلها رسالة من المدير اللي يفرض حظر تجوال بالمدرسة كلها. هيستر تتدرب وونزداي تجي وتضربها على الطاير بمكانها، تقول لها العفو من وياي اترو، وتقول لها بيبي فدوى الشيباتش اريدك تساعدين ارجع قدرتي، تقول لها يا معوده جوزي عني اخر مره دخلت وامك حرقت كتاب غودي، وونزداي تقول لها الله عليك بيبي شوفي لي اي طريقه ترى طاح حظي، وهيستر تقول لها اكو وحده بروفيسوره اسمها روتود، كانت السكاكه مال نفر مور واشطر طالبه بيها. كوخ لوريل اللي قعدوا بيه اهلك هو نفس الكوخ مالتها، عندها غرفه سريه بيه. روح القبر روتود واقرا الفاتحه على قبرها راح ترجع لك قوتك بصوره مؤقته. وونزداي تقول لها فدوى العطوبك والله انت علم. بالليل تحضر نفسها حتى تروح، وإينيد تقول لها واني موليه المدير مسوي حظر تجوال بالمدرسه، اذا المدير شاف وحده من عندنا طالعه راح ننحرم من حضور حفل نهايه السنه. تقول لها إيه ان شاء الله احكي لك ويا ابو اللبلبي، وتلبسها وتروح تكمل شغلها. الايد تدخل الإينيد تفهمها انه قابر بدها تدخل غرفه وتتاكد من الطلاب اذا موجودين لو لا. إينيد تيبس بدمها وتقرر تروح للمقابر حتى تجيب ونزداي قبل لا تشفتهم قابري. وونزداي توصل للمقبرة وتروح القبر الغالية بنت الغالية رتود، تقرا لها الفاتحة وسورة ياسين، ولما تخلي ايدها رأسا يتفعل عندها اشتراك ابو ال35. مباشرة تجيها رؤية وشوف رتود قدامها وهي وشعرها السرح مالها استوها طالعة من ام صالون. ونزداي تخاف منها تقول لها العفو حجية والله انا ما علي بيبيتي دزتني عليك، ورتود تفهمها انه هي حفيدة هيستر. ونزداي تقول لها اريد ارجع قوتي حتى اندل مكان تايلر وامه، تقول لها خلي ايدك على النار، اذا تحملتي راح ترجع قدرتك بشكل مؤقت، واذا وخرتيها فالثمن راح تدفعيه غالي. ونزداي تقول لها حجيه ثمن هذا الله يخليك ونحن طابين بسوق. ولما تخلي ايدها فعلا تبدا قوتها ترجع وتجيها رؤيه تخص تايلر وامه، بس تجي إينيد تبعرها تشيل ايدها ويغمى عليهم. يقعدون الصبح ينصدمون لما يشوفون الشخصيات تبدلت وكل من اخذ شخصية الثاني. ويوم تجي الونزداي تقول لها ها هيك احسن لك؟ لو جدك ما اقول لك شنو الحل الا تبطلين هالغرور مالتك. ويتفقن سوا انه يمشون هالوضع ويعيشون حياتهم بدون لا يحجون هالسر لاحد. وونزداي تقول لها ابقى بعيدة عن عائلتي ولا توصليهم، وإينيد هم توصيها تبتعد عن بورنو صديقها. وبالطريق تلاقيها ديما اللي تقول لها ما قدرت القى بيانات ايزاك لما كان طالب هنا، تقول لها ايزاك منه هذا واني زين. ولما تعرفها بيه تقول لها عذرين مسطوره وما نايمه زين. تروح تشرب عصير ملون وديما تحس بيها مو طبيعيه، وجاي ترس حبوب لانه ونزداي عندها حساسيه من الالوان. ونزداي تمشي بورنو يغمض عينها تلزمه وتمطله. بورنو يستغرب يقول لها سالمين شنو فعلتي هكر؟ إينيد تشوف تيش وبس تريد لها زويه تختل بيها واللي تنطيها مرهم يعالجها، تقول لها هذا المرهم مسويه من رماد جثث الموتى اللي كاتليهم بالنعال. وإينيد تخاف وتلعب نفسها. تيش تستغرب من تصرفاتها، وإينيد تريد تبكي لأن تخربها وما تعرف تجسد شخصية ونزداي. وتيش تعزمها على العشاء ورأسا تبتسم وتوافق، على عكس ونزداي اللي كانت دائما ترفض وراسها يابس. ولما تيش تروح إينيد تقوم تلطم وتقول خرب عمي هاي انا ايش دا اصخم. ونزداي تروح القبر رتود تقرا لها الفاتحه وسوره ياسين وحتى القران تختمه يمها وما يصير شيء. تطلع لها ويمزه تقول لها انت شلون تالي وياك؟ تسالها شلون ترجع لوضعها الطبيعي، ويمزه تحقر وياها وما تقول لها، بس تقول لها انه اكو قبلكم هم اجوا شخصين سووا نفس اللي انتم سويتوه وماتوا وراء 24 ساعه. عاش سيدك انت راح تموتين إينيد من وقت. المرحوم يرجع وجهه بشري هالقد ما اكل ادمغه الناس المقروده، يروح يطلع سرداب سره ويدخله، وتايلر وامه يسمعون حس الباب، ولما يفتحوه ينصدمون بجيته، يرحبون بيه وتعرف تايلر على خاله المرحوم اللي اسمه ايزاك. ولما تقوح تقول لهم هاي بسبب الهايد اللي بداخلنا. ايزاك يقول لها راح اساعدك على هالشي بس يحتاج لي شويه غراض. فرانزواز تقول لها اغسطس وغودي باقوا ابحاثك وسووا غرفه سريه، وهالغرفه بويلو هيل ياخذون قوتنا ويخلوها للناس العاديين. ايزاك يقول لها غودي منو قصدك هاي اللي اكلتها البارحه؟ والله كان راسها طيب اطيب من راس الباكي. ويقول لهم انه لازم يروحون الويلو هيل حتى يطلعون الوحش اللي بداخلهم.
وينزداي تبدي تعزف وجابري تروح لها تقول لها سالمين خالاش عندنا حفله، وتستغرب بيها انه تعرف تعزف وتحاول تنطيه نصايح على الذئب الالفا وانه لازم تحبس نفسها وقت الغروب. وينزداي تستغرب لما تعرف اينيد هي ذئب الفا، ولما تطلع تشوف صوره رتود نفسها العوبه اللي ورطتها ويكون وراها الكوخ مالتها اللي ساكنين بيه اهلها. جابري تعرفها بيها وانه رتود سابقا كانت مدرسه بهالقاعه الموسيقى نفسها، تقول لها تعرفين بيها هاي اكبر ادب سز بهالمدرسه. تروح الكوخ رتود وتدخل الغرفة السرية مالتها، ولما تلزم مذكراتها رأسا تلزم ايدها تقول لها شوفوا لك ام عيون العمص قدامك لحد الفجر، لازم تكتشفين كل اسرار اينيد، واذا ما سويتي هالشي راح تموتي موت الكلاب. تشفتها امها تقول لها ايش تسوين هنا ولك؟ اكيد وينزداي دزتش حتى ترجع قدرتها. اينيد تروح للايد تقول له الله يخليك ساعدني الا شويه وكان كشفتني تيش انه انا مو وينزداي، فتروح تنبش بروايتها وتحاول تعرف شنو نظام عائله ادامز، بس تشوف وينزداي كاتبه على اينيد انه هي فد وحده فاهيه ساهيه وذوقها زفت وهي انسانه ضعيفه ومطلعتها من الكيلتشيه. اينيد تضوج بعد اكثر وتقرر تنتقم منها، فتلبس ملابس ملونه وتطلع تردح بنص المدرسه، لا تستغرب عبالهم جايتهم في عبدو واكو طلاب يبدون يصوروها، بس ترجع الحبوب لان عندها حساسيه من الالوان. وينزداي تتخبل لما تشوفها فتروح البورن تشوفها يحشي ويا وحده وتنهي علاقتها بيه، وكانت ديميل مراقبتهم وهي مستغربه. تروح لاينيد تقول لها ليش تنامين من الجهه مال اينيد، واينيد تحاول تلزقها تقول لها انا معجبه بيك ومراقبتك، تصرفاتك ابد مو منطقيه من لما طلعت من المستشفى. تنطيها اخبار اينيد اللي هي وينزداي، وتقول لها جابري حبستها بصندوق حتى ما تستذئب وهي نهت علاقتها ببارنو، واينيد تتخبل وتريد تبكي. ديميل تقول لها لازم ما تخلين اينيد تعرف انه شفت بيها رؤيه راح تموت وانه انت تحاولين تحميها، واينيد ترست وتنصدم من كلامها وتقول لها بده يصير وياش كله بسبب اينيد، عوفيها احسن لك، هاي راح تطيح حظك اذا بقيتي وياها، انا راح ابقى صديقتك المخلصه. اينيد تنهد بيها وترزلها رزاله ناشفه وتطردها، وديميل تنقهر وتمشي. اينيد تحضر الاكل ويا اهل وينزداي اللي يكون عاجبهم الاكل الا هي نفسها العبانه منه، تسالهم عليه يقول لها هذا اكلك المفضل عباره عن حيوان جعصي جعص بالسياره 500 مره حتى يلين لحمه. تيش تقول لهم احنا عائله اول مره نلتم على اكل سوا، احكوا لي الشغلات اللي مكذبين علي بيها، ترى اللي يكذب الله يذبه بالنار. باغسلي يعترف انه هو سرح المرحوم وما سلمه للشرطه، وتيش تعرف انه مو وينزداي اللي دزت اينيد تنبش بغرفه رتود. بهالاثناء تظهر ويمز واينيد ما تشوفها، تفهم تيش بالاحداث كلها وانه هي صارت مرشده الروحيه لوينزداي، وانه وينزداي واينيد يتبادلن بالشخصيات وهي واقعه بمشكله ايش قدها كبرها، وتيش تفتهم انه اللي قدامها هي اينيد، ويمز تقول لها هاي جابري حابسه وينزداي بقفص عبالها اينيد حتى ما تتحول الذئب وتخليها تسيطر على قوتها، لازم نطلعها لانه الصبح ينتهي الوقت واثنين هني يموتين. وتيش تنصدم منها البلاوي السوداء اللي مسويتها. ايزاكي يروح لابو الصندوق يقول له الله يساعدك عمو، كافي انت هواي عشت، انطيني جهازي اللي سويته الك محتاجه بشغله صغيرونه. يقول له الله يخليك يا هواي عشت وانا باقي بس راس. وايزاك ياخذ الجهاز غصبا على راسه وياكله. ديميل تشوفها تعيط وتختفي. يجيب لهم هالاداة اللي تكون مصدر طاقه اللي راح تشغل الجهاز بويلو هيل لانه الكهرباء عطلانه. ديميل يشوفهم فتطلع صوت تخليه يفتح الباب يدور وتصعد وياهم بالجنطه بصف جثه جودي. اينيد تحرر وينزداي وتتشكر منها لانه كانت تساعدها لما شافتها تموت بالحلم، وبهالاثناء ديميل تتصل على اينيد وتفتح سبيكر ووينزداي تسمعها، وهي تقول لها اعرف انه انت رزلتيني وطيحتي حظ وطردتيني، بس الموضوع مهم، لقيت مكان تايلر وامه والمرحوم وياهم، انا حاليا وياهم بالسياره وبصف جثه، تدزلها موقعها ويعرفون بيهم رايحين الويلو هيل. ايزاك وجماعته يوصلون ويلو هيل ويخلي الاداء وترجع الكهرباء، يقول لهم هالجهاز اتصمم حتى يشيل القوه من المنبوذين، وديميل كانت شايفتهم. تايلر يحس اكو واحد وياهم ويلقفها، ايزاك يقول له خالق ضم لي اياها اكمل شغله واتعشى بيها. وينزداي واينيد يوصلون الويلو هيل ويسللون جوه، ايزاك يفعل الاله حتى يرجعون فرانسواز بشريه، وينزداي تفتح غرفه ديميل وتحررها، يشفتهم تايلر وصير كض اخوك لا يطيح، وينزداي تنطيه دفره طير الجراج العلاوي، تبدي تتحول الفا، وديميل تختفي وتبقى تتملعب بالاله وتخرب شغلهم، يلحقون يطلعون من المكان وينفجر المختبر كله. وقبل لا يصير الفجر وهم دا يروحون على قبر رتود، اينيد تشكر من وينزداي لانه حمتها وحافظت على حياته، وهاي الكديشه هسه لا تفتهم انه تبادلوا بالشخصيات، وتفرح لانه اينيد اللي طردتها مو وينزداي.
يروحون القبر رتود وتقول لها لازم كل وحده بينا تعرف فضايح الثانيه ونحكي اسرارنا حتى نرجع. يخلون ايدهم على القبر ويحجون كل بلاويهم. تقول لها احب الجرأة مال ونزداي بس جسارتها ويا امها ما احبها. ونزداي تحكي اعجابها بإينيد وانه هي صح هادئه بس بوقت الشده اخت رجال على قولة الزعيم ابو صالح. اني متندمه لانه استخفيت بيك، انت واحد عراقي وعلى راسي. يكشف الجو ويغمى عليهم، يقعدون ويفرحون لما يعرفون انه كل شخصية رجعت على طبيعتها. ويمس تطلع بوجهها تقول لها عافية عليك، مدتي موتة إينيد بس بنفس الوقت عرضتي حياة غير شخص للخطر. تطببها الغير عالم وهي تشوفها قبر من عائلة ونزداي وتقول لها لازم واحد يموت من عائلة آدمز، برأيك منو هو؟ شباب هاي مثل ما بطتنا طبت ببطن بطتكم. نرجع قبل 15 سنة لورا ونشوف المدير باري بأيام شبابه لما كان عفطي وهو داخل وحدة من الحانات. يشوف واحد اسمه أرنولد واللي هو نفسه جدوين واللي كان ممثل ومثل مسرحية ما أدري قبل كم سنة، وباري انعجب بوقتها بتمثيله. يقول لك عمي انت واحد عراق بالتمثيل مع احترامي العادي لما مخلي يفتح له بسطية. جدوين يحكي له سبب تركه للتمثيل وانه واجهته مشاكل ومرته ماتت وعلقت يمه. باري يقول له ولا يهمك يا الغالي، انا راح انطيك فتحه اللي قاعد اكوزن هيك حل فصال على قدك، لك عندي شلون خطه الا الشكشكتين. اريد ابني مكان الم بيه الناس البازعه روحهم من هالدنيا، وراح اسوي حركه اسميها حركه اغنيه الصباح، ومن هسه انا انطيتك منصب قوي بهالحركه. وكانت هالحركه عباره عن 56، يعني ينطون فلوس للناس ويوعدوهم بشي وبعدين سلم لي. جدوين يقول له خرب عرضك مية جتك هالفكره، شنو كنت تشتغل قفاص بباب الشرجي؟ وهم يخلون مساعدتهم السبرانيه اللي هي ام بيانكا واللي اسمها جابرييل، وهم يريدون تستخدم قوتها على مود تسطر الناس بترددات صوتها وتقنعهم يخلون فلوسهم يمهم. وباري يقول انت بس وافق وما عليك، انا دوري راح اتحكم بكل شيء بهالحركه بدون لا احد يشوفني. وجدوين لانه كان وضع عاض النعال وفاقد الامل فيوافق يصير وياه. وهو يشوف خبره بالجريده، يدخل بالباب السرية ويلقى بيانكا وامها جوه، وباري يفضح جابرييل قدام بيتها وانه هي كانت بحركة سرية وكانت تسطر بالناس، بس جابرييل خانتهم وبلغت الشرطة على جدوين. وباري يهددهم اذا ما يسمعون كلامه راح يفضحهم فضيحة ويشرهم على الحبل. فياخذ ام بيانكا يحبسها بشقة لحد ما بيانكا تنفذ له كل طلباته. الشرطية توصلت جثة أورلوف، تقول للمدير لك انت شنو هنا حاطك طرطور؟ اشو نايم ورجلك بالشمس؟ يقول لها ايش علي بنت النعال، هو انا الشرطي لو انتي؟ تقول له منا ورائي سيارات الشرطة راح تبقى مرابطة على مدرستكم صبح وليل. ونزداي تلتقي بإينيد وتظهر لهم ديميل، تقول لها لا تخافي ما راح تموتين، انت النبوءة راحت منك، راح يموت واحد من عائلات آدمز. ونزداي تقول لهم لازم اصيد المرحوم قبل لا يوصل لعائلتي، وديميل تنطيها ملف ايزاك. تاخذ لها تقول لهم المرحوم طلع نفسه ايزاك. ابوها يقول لها حيل غير قديمه، اساسا كان صديقي بالمدرسه وكان حتى شريكي بالغرفه، كان كل هم يساعد اخته حتى يخلصها من وحش الهايد، بس اغسطس استغله وسواله برج بالمدرسه. وهو يحكي ويزق نفاره مطبوخه نص ستاو. ونزداي تقول له ايزاك جسمه صار بشر بالكامل وقام بعد ما يتفاهم. قشمره وامه وضحكوا عليه شابات على اساس بعد ما يجون وهم حاليا بالمدينه، وتيش الضوج وتمشي. وتفهم ونزداي انه ويمز حكت لها كل الشغلات اللي سوتها وانه راحت على قبر رتود وسوت هواي بلاوي. ونزداي تقول لها يا غير اللاصت تفسير حلم تغير، لو باقي اينيد تموت احسن، راح يموت واحد منا بمكانها. وتيش تبقى مصدومه. بورنو يلتقي بإينيد ويحاول يبرر لها على علاقته بديك البنيه وانه هو كان خاينها، ويقول لها الله عليك بعد ما ساويها حتى علاقتي بيها نهيتها. قابره الصيحه تقول لها تعي بنت النعال انت منو مسخم وجهك وقال ليش طلعي؟ انا مو حبستش حتى ما تستذئبين؟ تقول لها ما قدرت اسيطر على نفسي وصارت بعد. وقابره تقول لها اذا تبقين على هالوضع ممكن تتحولين الذئب الفا مدى الحياه ويطبك 1000 طوب، قبل لا تغيب الشمس حبسي نفسك بقفص ونشبي. بهاللحظة نشوف فرانسواز تمسح بقلب ايزاك وتسوي المعلمع، تبدي تقوح وتطلب من اخوها يجيب لها علاج لانه علاجه خلصان. ونزداي توصل بيت ايزاك وتبقى تنبش بيه تدور على اي شيء يدليها على مكانهم. الايد تدليها بسرداب سري، تدخله تلقاه فارغ، وتشوف الاكل حار وتعرف بيهم هستوهم طالعين. وهي تشوف دماية فرانسواز وتعرف علاجها، وتشوف يرقة غريبة وتاخذها وياها. توديها ليوجين خبير بالحشرات، يقول لها هاي يرقة مال موته، هاي اليرقة راح تهاجر وتخلي بيوضها بالجسم اللي كانت عليه. ونزداي تقول له اخاف تتيه ايزاك وما تلقاه، يقول لها صدق تحكين هاي تحدد موقع حتى اضبط من جوجل، فيتحكم بيهن ويطيرهن وهن رايحات على ايزاك.
جاكس يلتقي ببيانكا ويشوفه خبر ان جدوين طالع يفطر بالمدينة. بيانكا تقول له كل شي ماكو لا يضل بالك، وتوصيه ينسى الموضوع وانه امها بامان. جاكس يحس الضم عليه. بهالاثناء المدير يشوفها ويصيح لها المكتبة. ونزداي صدفة تلتقي بجدتها اللي تشوفها بالمدرسة وهي تعرف بكل الأحداث اللي صارت وياها، وإنه المدير داز عليها حتى تتبرع للمدرسة بالحفل السنوي. تقول لها بيبي هذا المدير رجال ما يستحي، خبطنا بالتبرعات وقام يبكيلي، أنا جيت لهنا حتى أنصب عليه وربع دينار ما راح أتبرع للمدرسة. أحلى شيء عندي لما أحطم أحلام إنسان قدامي. ونزداي تنعجب بيها لأنه اثنينهم نفس الزبالة، وتقول لها تعال يمي بالعطلة إذا تبقين ويا أمك راح تقضيها بس مشاكل. المدير يستقبلها ويتوق لها شلون لواقع فول الفول. يشوفها برج ويقول لها هذا البرج راح اسويه بالمستقبل وراح اسميه باسمك، وراح اسوي اكبر مقبره بالمدرسه لعائله ادامز. تقول لا تتلوق لي ولا هاي ربع دينار ما تشوف مني. رأسا النغل يدز على بيانكا اللي تصطرها بمواجهتها وتأمرها تتبرع للمدرسه بكل ثروتها بدون ما تحسس احد، وتنسى انه هي اللي حكت وياها. تايلر ينصب على ابو الصيدليه ويضربوه ويطبون، يخلوه على السديه وياخذون دم من تايلر لانه هو هايد مثلها. ويزاكي يبوع نفسه بالمرايه ويقوم يرقص من الفرحه لانه رجع شاب يقطع. ويوم تجي عليه تيجي تقول له ليش انت نايمه ورجلك بالشمس؟ هاي امك هيستر دا تستغل خلافك ويا ونزداي وتقربها منها، وتقول لها ليش ما حكيت لونزداي عن علاقتك بايزاك واخته؟ ونزداي هسه حلمها تغير وواحد من عائلتكم راح يموت. لا تفلشين عائلتك بغبائك وانت كل هالسنوات محافظه عليها، صارحيها بالحقيقه واما توصل خد توصل. ونزداي تروح لإينيد اللي تكون محبوسه مثل الكلب الاجرب، تحكي لها باخر التطورات، وإينيد تقول لها انا هم عندي اخبار حاره، بعد يومين لاكتمال القمر، اذا اكتمل القمر وتحولت الذئب الفا احتمال قوي بعد ما ارجع على طبيعتي مدى الحياه، وراح تصير علي ويليام الذئاب وتصير مطاحن، لازم اصير هادئ واسوي شغلات تفرحني حتى ما اتحول. جاكسي يبشلهم يقول لهم بيانكا متورطه، ويشوفها الخبر وكلها تبقى مصدومه. ونزداي تقول للمدير المطيع عباله احنا غشمه ما يدري بينا اكبر نغوله، فتحضر ويا عائلتها بغرفه المدير. وهيستر تقول لهم راح اضحي بكل ثروتي حتى ابني مقبره خاصه لعائلتنا بهالمدرسه. ونزداي تحس اكو شيء غلط لانه بيبيتها اخر شيء قالت لها انه هي راح تضحك على المدير وما راح تتبرع بولا درهم، وتحس انه بيانكا الها ايد بالموضوع. ولما تبدي تتدرب ونزداي تروح لها وتبدي تبارزها، تقول لها عجب صايره ما تنشافين؟ بيانكا تقول لها تعرفين مشغولين بنشاطات ثانيه. ولما تسالها على احوال امها تقول لها كل الزينه بس صار الفتره ما شايفتها. تقول لها شو كذب هذا؟ مو قبل يومين كنت وياها بالغرفه السريه مال المدرسه؟ تقول لها ما شاء الله جاكس ما يضم ولا سالفه، ما عليك بامه ولا تخليني نخشمك بموضوعها. تقول لها انت متورطه ودا تورطين عائلتي، المدير خلاش تسحرين بيبيتي وخليتيها تتبرع للمدرسه، ابتزك انت وامك. وبيانكا تنصدم من هالمعلومات اللي عندها، ونزداي تسحلها سحل بالنزال وتخلي السيف عليها. تقول لها ايش بي صرتي عليني؟ انجا رحمه لامك بس خلنا نتفاهم. الله وكيلش كل البلاوي من ورا راس المدير. انا عباية جدوين هو الخطر، بس طلع مجرد واجهه والخطر الحقيقي هو المدير اللي بنصنا. تلاعب بينا كنا وهسه يريد يبوك ثروة بيبيتش كلها. ونزداي تبقى فاكه حلقها وتبقى تتعذر منها على اللي سوتها، بس العوبة تغافلها وتنطيها ترددات صوت تقول لها انسي كل اللي حكيته. وبيانكا ما تدري انه ديميل يمها مختفية، وهي تقول لونزداي انه بيانكا سحرتها وتحكي لها كل الكلام اللي قالته الها. ولما تظهر نفسها تطلع لابسة ملابسها، ونزداي تضوج وتمشي. فرانسواز تاخذ علاجها، وايزاك ينشلب بعد اكثر ويتوعد عائلة ونزداي بعقاب اليم. بيانكا تجي على المدير وتشوف جدوين قدامها، والمدير يقول لهم يا الله واخيرا التم شمل حركة اغنية الصباح، باكر هيستر راح تتبرع لنا بكل فلوسها، راح ناخذ هالفلوس الزينه بالطياره وعدلوا قبر على فنزويلا ونعلبوا المنبوذين لابو حتى نفرمور. جدوين يقول لامها لبيانكا طيحه حظي وشمرتني بالمباحث الفيدراليه، يقول لها الفاطماتا غاتي خلينا نبدي صفحه جديده، لك عمي لك احنا اقوى قفاصه بالمدرسه، لك احنا نخلي القفاصه مال باب الشرج جوا باطاتنا. وجدوين تكون طاقه روحها لانه اسمه صار عند الشرطه، وهو مثل ام البزازين يقمز من مكان لمكان، ويقول له بس احصل حصتي اطلع من هاي حركتك السخيفه. باري يقول له لك احترم نفسك، خلف الله عليك قوم تلبس رسمي وهاي وتعدلت امورك وحتى قوم تزين كان كاتلك الوسخ. يقول له لا تقعد تتعيقل براسي، انطيني فلوسي خل اولي. باري يلبس له قناع، يقول له كنت لابس قناع هسه قناعي شمرته، فيخلي ايده عليه ويعطبه وشمره بالمحرقه.
وبيانكا تبقى على صفنتها. يقول له هذا المضاد لسه يمي، ترى على والدك اذا حاولت تسطرين بترددات صوتك. يبدأ حفل التنكر السنوي وعائلة وينزداي يحضرون. يدخل بار بقارب بيه هيستر وهي نافخة نفسها عود يعني انا متبرعة وهاي لا حد يحكي وياي. تحضر وينزداي للحفلة ويمز هم تكون لاحقتها وهي مبدلة ملابسها وكاشخة. وينزداي يشوف بيانكا تقول لها تعالي وليج اذا سطرتيني بتردداتك الله يسطرش ان شاء الله. شوف وليج انا راح اساعدك بس اريدك تثقين بيه، بس قولي لي المدير وين مختي لامك وعوف الباقي علي. بيانكا تتوتر وتقول لها ضامها بشقته. بورنا يحضر للحفل ويا إينيد وفجأة تجيهم صوفيا صديقته اللي نهى علاقته بيها. تقول له يا ابني ان علق تنهي علاقتي من ورا وحده كانها صخله. وإينيد الضوج تقول له دخذيه الك على اساس هو شلونه كان ابو بريص. تجيها ديميل وعيونها مورمه من البكي لانه وينزداي حرجتها. تقول لها وينزداي جد حرام زاده، جد حاولت اساعدها وهي كانت دائما تحرجني. إينيد تقول لها ابقي على طبيعتك ولا تشبهين بحد. وديميل تنزع باروكتها وإينيد تتعاطف وياها وتحاول ترضيها. ونشوف يوجين لازم علبته ينتظر اليرقات يرجعن واللي يكون فوق راس ايزاك اللي يكون جاي للحفل بدون لحد يدري. ايجاك ياخذ المفاتيح ويحرر جابرييل من الغرفه. وينزداي تلتقي باينيد تقول لها ايجاكس حرر جابرييل لازم نتوحد حتى ننعل والد يوم هنا، ترى راح تعلق علقه بس الله يدري بيها. تعرف بوجود ديميل فتحاول ترضيها. إينيد تبدي العرض ويا ديميل اللي تعلمت الرقص منها، يعني هالقد ما مراقبتها 24 ساعة نايمة بغرفتها، والإيد على الواهس يهز كتف وياهم. وينزداي تسلل على كيف وتراقب الموجودين، وديميل تتخفى من ضمن العرض وتبهر الحضور، بس بخفيتها تروح على جيب المدير تخمط المضاد والسلمة لوينزداي. ولما تكمل مهمتها ترجع تكمل الدق والرقص مالتها على اساس يعني فت فقيرة وهاي وكل شي ما مسويه. تخلص الفقرة وتطلع بيانكا تعرف نفسها للحضور، وتفرح لما وينزداي يشوفها المضاد بيدها يعني اشتغليهم، وتفرح اكثر لما تشوف امها تحررت. تقدم باري وتيش للمسرح وتسوي نفسها تتوخر شريط من رقبتها ذكرى بالقلادة اللي ينصدم لما يشوفها ماكو. السطرة سطر بالترددات وتقول له احكي لهم شلون نجح الحفل ولك اليوم ابوك اصنطه. وبارا مثل الطلي يزوع الاول والتالي ويقول لهم اني غصبت بيانكا حتى تسوي سحر الهستر حتى تتبرع للمدرسة بكل ثروتها، ويوضح نفسه فضيحة وكلها تبقى مصدومة. ويقول لهم حبست ام بيانكا رهينة يمي حتى اجبرها تسوي سحر الهستر وتحقق غاياتي. سويت سالفة تبرعات المدرسة حجة حتى اقط هستر ونتقاسم الفلوس بيننا انا وجدوين، بس مثل ما تعرفون بي انا فد واحد نقص ما احب احد يشاركني، فلزمت الجدوين وشويت شوي وسويت رماد بمدفأتي، وكلها تبقى مصدومة ومستغربة من هالكلام. على السريع يلزم بيانكا يريد يعطبها والشرطة توصل وتهدده، يضرب الثريا يشعلها وإيجاكس رأسا يجمده والثريا توقع فوق راسه وتفلشه. كلها تفرح وخصوصا وينزداي لأنه خطتها نجحت. بيانكا تتشكر من وينزداي لأنه ساعدتها وتتشكر من إيجاكس على هاي وقفته الحلوة. بهاللحظة يوجين يوصلهم خبر انه عن طريق اليرقات عرف انه ايزاك هو حاليا بمقبرة نفرمور، فغسله وهو قاعد على حب الله يم المقبرة ويشوف اليرقات تطاير يمه. يجي ايزاك يقول الله يساعدك اغاتي ورأسا يلزمه ويخدره، ووينزداي ويوجين يطلعون يدورون عليه، والشرطة هم توصل للمكان ويدورون عليه وهم مستغربين لأن خطف باغسلي نفس اللي حرره وطلعه من قبره. الشرطة تأيس وتقول لهم ما لقينا له أي أثر، وينزداي كانت تسمع كلامهم. وامزت تلم وينزداي وامها تقول لهم انتو شلون تالوا وياكم؟ لازم تتوحدون حتى تلقون باغسلي، هذا ايزاك فد واحد ذكي وملعب لا يروح يسوي له شيء. ولانه وينزداي قدرتها عطلانه ويم تقترح على تيش انه تروح لامها هيستر. فعلا تروح لها تقول لها يمه من فدوى الشيبات تساعدينا الشيء ما تزعل هالموضوع مهم. وينزداي تقول لهم باغسلي لا يحل ولا يربط كان مطي، بس ايزاك خطفه سواه طعم يريد يستدرجنا بيه. وهيستر تقرر تساعدهم فتاخذهم من غرفه رتود السريه، يبدون يسوون تواصل جسدي بينهم حتى يسوون مثل التنويم المغناطيسي. ومباشرة وينزداي تجيها رؤية خير اللهم اجعله خير، وشوف امها وابوها وهم يدفنون بجثة ايزاك جوا شجرة الجمجمة. رأسا تقعد ام الحلم وتحكي لهم اللي شافته، كلها تنصدم تقول لهم احكوا لي الحقيقة، اذا تبقون تطمطمون بخياساتكم ما راح نوصل النتيجة. وتيش تقوم تبلع بريقها تقول لهم لما انفجر المختبر على ايزاك انا وابوك كنا يمه بالمختبر، كان ايزاك يدعفس وسواله آلة تعالج اخته ويخلصها من وحش الهايد، بس الآلة كانت تريد كهرباء كلش كبيره. لهالسبب راح لابوك وخلى الجهاز براسه لانه كان يتحكم بالكهرباء مثل باغسلي، وهو كان مقرر يساعد صديقه ايزاك، بس ايزاك ضحك عليه وربطه
وراد يعلسه حتى ينقذ حياة اخته، حتى بوقته حفر قبره حتى يدفنه جوا شجرة الجمجمة. ولما وصلت لقيته يلبط بهالجهاز ودا يموت. قوت لاحقت له والآلة خرجت عن السيطرة وفجرت المكان. مات على أثرها إيزاك، بس أخته كانها بزونة كل عرج ما صار بيها. وبهالتجربة أبوش فقد قدرته وصار شخص عادي. أما كرشة ليش نازل يلقى هالتجربة ما عليها، بس هالقد ما ياكل ثريد وكلها تتأثر بكلامها. وونزداي يتحلل السالفة انه ايزاك خطب باغسلي حتى يستغل قدرته ويسوي نفس التجربة اللي سواها بابوه، وبمعنى انه القبر اللي شفته من عائلتنا بالحلم هو قبر باغسلي. تيجي تقول لها سوي اللي تريديه بعد ما اوقف بوجهك. ونزداي تقول لها بعد وقت. ينيد يشوف بارنا يروح ويا صديقته بعد ما انهت علاقته بيه. ايجاكس يقول له ها ايش قال بهلول، شفت جيت خاين وكذاب وبس انا اللي حباب وخوش ولد. ويقول لها انا ما عندي اشكال اذا رجعنا اصدقاء ولو انت عفتيني، بس انا اوفى بالكلب. ولما يروح تطلع بوجهها ديميل وتخرعها، تجيب لها قائمة اسماء بالمعجبين، تقول لها عمي يا حب يا اصخام انا دربي راح يصير نفس درب ونزداي، سوالف الحب اضربها بالنعال. ايزاك يربط باغسلي مثل الطلي وينطيه اكل بنفس الطريقه اللي كان ينطيه له، يقول له اكل زين بعد اخوك حتى طاقتك تعيد نشاطها. يحضن اخته يقول لها اليوم راح نسوي التجربه وراح نرجعك لوضعك الطبيعي. يوصل تايلر وهو حاط اثر وحش الهايد على مسافه بعيده، وحاط وياهم ملابس باغسلي حتى الشرطه ما تندلهم. ونزداي تلتقي بفريقها وهي تفكر وين ممكن تلقى اخوها. ديميل يجيها ابوها وتودعهم لانه خلصت السنه الدراسيه. شباب ايش هالمدرسه العاويه هاي خلصوها بس حفلات ودق ورقص، حرام اذا افتهمنا شيء. المهم ونزداي تجي ليوجين تفتهم منه شو وقت تطير عثات الجثث حتى يلحقنها وتندل مكان ايزاك. يقول له هذني شغلتنا مطوله. ولما يرجع الكوخ النحل مالته ايزاك يخطفه. الشرطة تلقى ملابس باغسلي ونزداي تقول لهم هاي خدعة حتى يبعدوكم عن مكانهم الحقيقي، والشرطية تقول لها انه هي تتبع الادلة ما تتبع التوقعات، وهم تقعد بمكان باري وتقول رجع المكان لهله، بعد هالبلاوي اللي سواها باري كلها راح تتذكر عهدي، وبوقتها راح يفتهمون انه القيادة الها نسوانها. ونزداي تقول لها انت هم على اساس شلونك هم عندك كوم بلاوي خليني ساكتة. يوجين يجيب صندوق لونزداي دز لها ايزاك بأنتيكة شجرة الجمجمة وكاتب لها انتظرش بالليل. ولما يصير الليل تروح له بطرق نفسها، تشوفه وتحضر له السهم تخلي الايد على الزناد. ونزداي تروح له تقول له انطينا اخويا وارجع نخمد بقبرك، انت ما عندك آلة، مختبرك اللي بالبرج انفجر والمختبر بويله وهي الهم انفجر، كل شيء اعرف عن اللي سويته بابويا. الايد تضرب سهم يجي بايده ورأسا يجي تايلر يحبسه بالصندوق. ونزداي تنصدم لما يوخر شيف وتطلع الايد هي ايده واهلها بايقيها منه، ويبقى يقنع بالايد يقول له تعال لك انا ابوك انت حلالي، لكن شلون قلبك انطاك تعوفني وتروح ويا هالشكول الزفره. ونعرف انه ايد امها قطعتها لما توقف الاله، فراسا يفتح الصندوق ويرجعها لجسمه، يطلع عبره يخيطها وتطلع قدرته يتحكم بكل شيء. يلزم ونزداي يطيرها ويشمرها بالقبر ويحبسها ويشمر التراب فوقها، ولما تندفن يعوفها ويمشي. وتكون ديميل شايفتهم، وفرانسواز تفرح لما يشوف ايد اخوها رجعت له، وياخذون باغسل وياهم وينحطون بيه منا ومنا. وتكون الليلة اكتمال القمر وإينيت حابسة نفسها وهي تحاول تسيطر على نفسها حتى ما تتحول. وبهاللحظة تجيها ديميل تقول لها دفنا ونزداي بشجرة الجمجمة. يطلعون اثنينهم يحاولون ينبشوها بس ما يلحقون لأنه صار لها فترة جوا. إينيت تشوف القمر اكتمل وتقرر تضحي بشكلها للأبد حتى تنقذها، فتتحول الذئب ألفا وتنبش القبر بسرعة، وقدروا يوصلولها وهي فاقدة الوعي. ديميل تحاول تقعدها وفعلا تقعد وتستغرب لما يشوف إينيت ضحت بشكلها على مودها، ولما تطفر توصي ديميل تتفقد اثرها. ونشوف ايزاك ياخذهم من نفس البرج اللي انفجر عليه ومواته، وبقدرته يرتب الغراض من بعيد ويرجع كل شيء بمكانه. ما شاء الله شباب هذا هم قلبه حديد وهم يموت وهم يتحكم بكل شيء، ادري انت منو ما تقول لي. المهم يرجع المختبر مالته من جديد، ونزداي تحكي لاهلها انه الايد رجعت تصاحبها وهم فقدوها. يوصلون للبرج وتيجي توصي رجلها ابو كرش انه ما يتدخل ويبلغ الشرطه. ايزاك يرجع يشغل الاجهزه من جديد ويقول لهم صار لي 30 سنه انتظر هاي اللحظه. يربطون باغسلي يخلوه على الكرسي ويخلي الجهاز براسه، ومباشره ايزاك يختلف على تايلر ويربطه، وتايلر يعصب لانه ما يريد يفقد قدرته، بس امه تغصب على هالشي وايزاك ينطي الامر للاله ويفعلها. ونزداي وامه يوصلون وباغسلي يبدي يردح.
توصل تايلر تشوفه يسقط من الكهرباء تريد تعلسه، فتنقهر عليه وتحرره، فيتحول الوحش وإيزاكي يتخبل. ونزداي يتلحق يتحرر اخوها، وتايلر يلزم خاله ويشمره. تجي اخته عليا تمرخ له مثل الدجاجه. شفتهم تايلر وهو متحول الوحش وطاقه فيوزاته منهم لانه يريدون ياخذون قوته غصبا على راسه. ونزداي يسكت اخوها لا يروحون يسمعون، تقول له مشاكل عائليه بيناتهم احنا ما علينا. وتايلر يلزم امه ويطيرها للحمز الشرجي. شباب هاي لو ما تتحول احسن ايش هالخلقه الزفره هاي. تصير ماطل هي وابنها وتيش توصل، ونزداي تهف الاله بطبر وتعطلها. يطلعون من البرج وتصير كض اخوك ليطيح. إيزاك يقعد يشوفها عالقة ويشوفهم يتماطلون على بلكونة ونزداي والسبع يطلع دم. تبدي الآلة تنهار وتتفلش، وإيزاك يحاول يصلح الوضع. أبو ونزداي يبلغ الشرطة ويوصلهم، وهذول يصعدون الأعلى قمة عبايك يريدون يشوفون الهلال. ونزداي توصل لإيزاك تقول له رجع لي الإيد، لا أبوك أصمته. بس بهاللحظة الآلة تخرج عن السيطرة والبرج ينفجر، وهذول لسه يتعاركون على سطوح تالي الليل. يشوف امه راح توقع وايده ما توصل يساعدها، وما كان عندها حل غير توقع من فوق على التمثال وتنعلس. تايلر ينقهر ويحس بتأنيب الضمير. الشرطة توصل للمدرسة يشوفون هاي ماخذة وضعية استرخاء على التمثال، كلها يغمى عليها من الانفجار بس كلها تقعد الا ام ونزداي. ونزداي تنصدم لما تتحقق الرؤية واللي راح يموت واحد من عائلتها هي امها، بس تفتح عيونها تقول لها خرابة الحلم مالتش اللي خبلتينا بيه. يطلع لهم إيزاك يخنق ونزداي يقول له تعايبة النعال بسببش ماتت اختي اللي اكثر وحده بحياتي حبيتها، ابوها وهو شعره مكفش والانفجار خوش مسوي له سبايكي. يقول له عوف بنتي رحمه لامك ايش بيك لزقت لها. يقول لهم اريد اعيشكم نفس الشعور، فيقومون يقنعون بالايد انه هم اللي ربوها وهو فالشخص عفطي دا يستغلها، ويقولوا له الله عليك تعال ارجع لنا احنا عائلتك. إيزاك يقول ايش بيكم بابا هي غير ايدي. بس بهاللحظة إيزاك يستغرب لما يشوف الإيد قامت ما تستجيب لأوامره وتهيد ونزداي. يحاول يخنقها وتعانده، والإيد تختلف عليه وتشلع بشعره وتبتلي بيه. يقول لها بنت النعال ترى أنت إيدي ايش هالاختلافية هاي، وتبقى تصلخ بيه بوكسات وتورمه تورم وهو يحاول يوقفها، ولحد ما تمد على قلبه الكهربائي الطلعة والشمرة. إيزاك يموت وكلها تبقى على صدمتها، والإيد تفك نفسها وترجع لأهلها. خرب عقلك هاي مو إيد هاي تشلل. ونزداي ترجع لغرفتها وديميل تجيب لها صوره لإينيد وهي كانت رايحه باتجاه الشمال. ونزداي تقول لها لازم ننطي خبر القابري حتى تساعدنا نلقاها. تقول لها قابري ما ادري وينها، المدرسه راح يعزلوها بشكل نهائي. يدفنون فرانسواز بصف قبر قالبن وتايلر يجي عليهم. تجي قابري تقول لها ما راح تقدر تعيش بوحدك، اقدر اساعدك. يقول لها ها تريدين تصيرين انت المربيه مالتي، ترى انا قلبي خلصان. تقول لها لا مو هيك، بس راح اسوي نظام يدعم الناس مثلك، الحل ما تقدر تتحكم بنفسك وتطلع منها الهلوسه وتقدر تعيش حياتك بشكل طبيعي بدون ما تحتاج مربي. يقول لها والله عمي انت شريفه، انا اول ما شفتش حبيتش اقصد ارتاحت لك. باغسلي يحضر جنته لانه انتهى العام الدراسي، ويوجيني يجيب له خوش خنافس يقول له هذاني كلش طيبات وكلهن عرق يقوون مفاصلك. ونزداي ترجع علاقتها ويا امها وتنطيها كتاب مذكرات اوفيليا. تقول لها انا كانت عندي هوايه اسرار، بس اللي يكتم اسراره على عائلته راح يشوف عواقب الصحيه على زمانه، لازم تعرفين كل شيء. تدخل لهم ويمز تقول له ونزداي هاي العرمه هسه يلا صرت ادميه ورجعتي علاقتك بامك. هسه حاليا رجعت قوتك لانه جريتي عدل والتزمت بهالشيء، وتقول لهم الحمد لله انتهى الدوام قبل لا انجلط من ورا سوالفكم، وهي تودعهم وتمشي. يجي ادمز ويستغربون لما يسمعون انه ونزداي ما راح تروح للبيت. يجيها عمها فيستر ياخذها بالدوبه مالته للشمال تدور على إينيد اللي نشوفها دايحه بالغابه وما تعرف وين تختل. ونزداي وهي بالطريق تقلب مذكرات خالتها اوفيليا وتستغرب لما نشوف دموع سوداء، ورأسا تجيها رؤية لخالتها اوفيليا وهي محبوسه بغرفه. بهاللحظة هيستر تفتر بقصرها وتدخل ممر سري، ولما تفتح باب وحدة من الغرف تكون بيها اوفيليا محبوسة وكاتبة على الحائط لازم تنعلس ونزداي. ونزداي تبقى تنبش بمذكرات خالتها وتقرر تحل هالالغاز بالعطلة مالتها، وهذا الشيء اللي راح نشوفه بالموسم الثالث. ولهنا والله ويخلص المسلسل. شباب انا اقول لكم المسلسل حلو بس ما توش كذب، المخرج ما يقدر اذا ما يكذب هيك يقوم يحوس. اي فيلم او اي مسلسل ببالكم تحبون الخصه لكم دزولي على الفيس او على الانستا. اذا وصلتوا لهنا اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وخلوا لايك اذا ما مخلين، واشوفكم مقطع جديد ومع السلامه. وهي ها هاي.